سلام البنات، صح فطوركم؟ وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد مع وصفه جديده، فطيره محشيه. تابعوا معي الوصفه وش راح تعجب. وفي وعاء نديرو نص كاس تاع حليب دافي مع مغرفه صغيره خميره الخبز، ومغرفه كبيره تاع السكر باه تسرع لنا عمليه الاختمار، وبياض بيضه، وربع كاس تاع زيت، كيلو بنفس الكيلو. ونخلطوهم مليح حتى يمتزجوا لينا المكونات. خلطوا مليح هذوك المكونات، ونضيفوا كاس فرينة كيلو بنفس الكيلة. في المرحلة الأولى نديرو كاس واحد تاع فرينة، ونزيدو عليها نص مغرفة صغيرة تاع ملح، ونخلطوهم بالفوي. تابعوا معايا الطريقة خطوة بخطوة، بإذن الله تنجح. ونزيدو نضيفو الفرينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية ومتماسكة. تقدروا تستعملوا المغرف كما تقدروا تستعملوا بيديكم. أنا استعملت المغرف. بدكم تشوفوا قوام العجينة كيفاه. عايركم العجينة بعد ما تحصلنا عليها، لا هي يابسة لا هي طرية. كما تشوفوها سيبوها ما عادش تلصق في اليدين، سيبوها نحيو الفرينة. وهنا تدركوها لمدة دقيقتين قبل ما تخلوها تخمر، حتى تشوفوا السطح تاعها ولا املس. شوفوا العجينة كيفاه طرية. ولا هنا بعد ما خمرت لنا العجينة حوالي نصف ساعة، تقسموها على زوز، جزء من تحت وجزء من فوق باه نغطيو به. هذا الجزء من تحت لهنا. نحلوها بالقراص او الحلال ونحطوها في البلا. من المستحسن تثقبوا البلا بفرشيطة ولا بعود. وهاولي كان الحشو. هنا استعملت بيض وبطاطا، غليتها في الماء البطاطا، والدجاج انا استعملت صدر. وانتوما الحشو اختياري، استعملوا الحوايج اللي عندكم. انا قطعت بطاطا مغلية في الماء طايبة، وعظام وسي، والدجاج. وهاولي كان بعد ما غطيتها بهذاك الجزء الثاني تاع العجينة اللي خليته، ودهنتها بأصفر تاع العظام. تقسموها بيديكم كما راكم تشوفوا في الفوتو في الفيديو. ما تستعملوش السكينة وتدهنوا. انا استعملت سينوج. دركم تشوفوا النتيجة النهائية تاعها كيفاش جات. تقدروا تستعملوا جلجلان في البلاصة السينوج. هاي لكم بعد ما طابت لنا الفطيرة المحشية تاعنا جات تهبل بنينة منحكي لكمش. شوفوا كيفاش جات. هاو كخويا هاو يقسم فيها ويقول طيح فيها.